ده حلو. وكيف تصبح، ده حلو ده حلو. فلما يجي الاب شقيان تعبان بقى 40 سنه وبعدين ابنه شايف ان هو يعني راجل مبدع، وابوه المتخلف ده واقف في طريق نجاحه في طريق ابداعه. فدي قيمه، انا شايف ان دي قيمه اتغيرت، قيمه الكد او قيمه التعب او قيمه الدأب. دي جزئيه انت حطينا على نقصها لما نتكلم في الاسباب، ان القيم تختلف طبعا. بس عايزه اقول لك تاني انه بيفضل السبب الاساسي خليه يعني فيما معانا في البرنامج الاخره، ان العصر اختلف، الدنيا اختلفت 30 سنه اللي فاتوا، اختلافات ما حصلتش في 2000 سنه. خليني انا هركز في الجزئيه دي لان انا برضه مهتم كتير ان انا عارضك فيها شويه. يعني معانا مصطفى المنشاوي من مصر. السلام عليكم مصطفى. مصطفى معايا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا مصطفى، اتفضل. الله يخليك. ممكن توطي التلفزيون يا مصطفى بعد اذنك شويه؟ ايه؟ توطي التلفزيون بعد اذنك؟ اتفضل. ازيك يا ريس؟ ازيك يا حبيبي؟ مصطفى انت عندك كام سنه؟ انا عندي 26 سنه. ده انت كبير يا عم. طيب مصطفى، ايه رايك في مشكله التواصل بين الشباب واسرهم؟ انا اسف حاضر، وطي التلفزيون اهو. يا فندم؟ قول يا باشا. قول لي بقى يا حبيبي، ايه رايك في مساله فقدان التواصل ما بين الشاب واهله او الفتاه طبعا؟ هو ده بيبقى ناتج عن ان الشاب اصلا والده ما بيديلوش فرصه ان هو يعني الشاب ما بيبقاش فاهم هو يتكلم مع والده في ايه، ويعني في حاجات كتير بتبقى مخليه الشاب يهرب من اهله كده يعني. مصطفى انت شايف ان الاهل هم الملامين في هذا الامر؟ لا، هو الشاب بيبقى هو اللي غلطان وهو بيندم على افعاله بعد كده. طيب الشاب هو اللي غلطان ان هو ما عرفش يتواصل مع اهله، ولا ان هو ما اداش الفرصه لاهله يتواصلوا معاه؟ بس كده، انما الاهل دايما على حق، لان الاهل دول يعني دول اللي جابونا الدنيا، ويعني لازم نسمع كلامهم لان هم بيبقوا عندهم فكره اكتر مننا. طيب مصطفى، يعني خليني اتكلم عليك انت شخصيا. مساحات الاختلاف، كان في موجود مساحات اختلاف بينك وبين الاهل؟ هو حصل خلاف كتير، بس اكيد انا برجع اندم على اللي انا عملته، لان دول مهما كان اهلي وهم اللي ساعتها كنت شايف ان انت على حق؟ ساعتها بعد ما كبرت اكتشفت ان انت كنت غلطان وكانوا هم اللي على حق؟ اكتشفت طبعا ده، لان انا ما سمعتش كلامهم من صغري، وبندم طبعا ان انا ما سمعتش كلام اهلي، لان اهلي هم دايما على حق، وهم عندهم حاجات سابقه بتبقى هم فاهمين اكتر مني، وعندهم وعي كامل اكتر مني. بيبقوا فاهمين اكتر مني طبعا. ربنا يخليك ليهم ويخليهم ليك يا مصطفى، واللي انت طرحته ده مهم جدا. احنا شايفين منتهى التسليم للاهل وصواب الاهل. شكرا جزيلا يا مصطفى. هو الاهل مش دايما على حق الحقيقه. مش دايما على حق؟ لا، مش دايما على حق. ما هو لو كانوا الاهل دايما على حق كان زماننا احنا بلد متقدمه. يعني انا بتكلم باسم الاباء والامهات على فكره، ان انا ام، يعني انا ام وولادي مراهقين. لو احنا كنا على حق في كل حاجه، ولو كانوا اهلنا كمان كانوا على حق في كل حاجه، طب ايه اللي خلينا دول متاخره؟ يعني لو الاجيال السابقه كانت هايله جدا في كل حاجه، وكان ليس في الامكان ابدع من مكان، واحنا ما عندناش اضافه نقدمها على اللي هم عملوه، طب احنا ليه متاخرين؟ اكيد في حاجه عندهم غلط. ده مش معناه دعوه للكفر بالاهل وبالاباء والامهات، بالعكس احنا عايزين يعني ولادنا يبداوا من حيث انتهينا، وياخدوا احسن ما عندنا ويكملوا عليه باحسن ما عندهم. يعني ولا هو تسليم مطلق بان الاهل دايما على حق، لا هم مش دايما على حق طبعا، ولا هو طب خلاص كراس انتوا متخلفين واحنا هنبدا وهنعمل اللي انتوا ما قدرتوش تعملوه. طيب انا برضه في نقطه ثانيه حابب اختلف معاك فيها. في الجزئيه الاولانيه هنتكلم فيها مساله الاهل على حق او مش على حق. متهيألي على حق او على غير حق، المفترض ان نتفق على وسيله التواصل. صحيح. بغض النظر عن هم على حق او على غير حق يعني. ومساله على حق وعلى غير حق هتقيم ازاي؟ يعني هل انا كشاب هقيم اهلي، ولا مفترض ان في بيننا وبين بعض معايير ثابته كل واحد فينا بيرجع لها؟ وده هيرجعني للنقطه الاولانيه، والا هي اختلال القيم او اختلاف القيم. سؤالي فيها القيم بتختلف من عصر الى عصر، هل هي قيم ثابته رئيسيه؟ يعني انا خليني اطرح سؤال اللي حضرتك طرحتيه فعلا، هل فعلا الصدق زمان غير النهارده؟ او بمعنى اخر، زمان كان الصدق محبب، الان
ايوه شخص طبعا مكروه طبعا فعلا. طبعا كل ده اختلف. زمان الشخص الكريم، زمان ده القريب، ده الزمان ده اللي هو القريب اللي هو من 20-30 سنة. الشخص الكريم المعطاء ده رجل يحترم. لكن دلوقتي الشخص الطيب المتسامح ده يهبل ده عبيط. ففي قيم طبعا اتغيرت. بس انت لمست نقطة حلوة قوي قوي قوي، انه احنا نعرف منين انه ده حق ولا مش حق. دي نقطة مهمة. يعني هقول لك مثال يمكن يكون صارخ شوية. في نوع من الموسيقى طالعة دلوقتي اسمها موسيقى الراب. موسيقى الراب دي موسيقى خطيرة جدا، وهي مش محببة لكثير من الآباء والأمهات. مش محببة ليهم. أنا شخصيا ما بحبهاش أبدا. حلو قوي. احنا عارضين على القناة كام أغنية كده. هي قصة بقى هو تلاقي ساعات كتير أب أو أم يروحوا واخدين موسيقى الراب لأنها أسرع من اللي هم اتعودوا عليه، ويبدأوا يحرموها. يعني يمنعوها. لا هو شايف انها غلط. لا مش غلط. هي مش غلط. هو ايقاع مختلف عن ايقاعي. يعني انا مرة رحت مع ابني حفلة راب، تعبت جدا، فضلت قاعدة لغاية اخر الحفلة، تعبت جدا يعني لان انا بسمع حاجة مش على مزاجي، بس غصب عني لازم اروح. قيم يا دكتور. لا ما هو بيتلبس ثوب القيم. يعني ايه؟ يعني ايه الموسيقى الراب دي موسيقى ناجنة ودي بتعلم اللي مش عارف الايه. دي لأنها مش معنى انها سريعا انها مجال. فهو في الاخر هي فن من الفنون اتلبس لبس المجون، او هو مش مجون. هو مش ذنب ابني ان ايقاع حياته اسرع من ايقاعي. مش ذنبه ان انا بحب ابو مازن وبحب ابو راتب. وهو في الاخر انا قلت له يعني يا ابني هي التكست بتاع الاغنيه بيدعو لمجون؟ لا، ولا واحد بيتكلم عن احلامه واللي بيحبه واللي بيكرهه والدنيا طيب خلينا نتوقع هذا الاتصال. معنا محمد ابو بكر وهو سوداني. محمد السلام عليكم. اهلا وسهلا بيك محمد. ممكن تعلي الصوت شويه؟ الله يديك العافيه استاذ احمد. شكرا جزيلا على الحلقه، عنوان الحلقه الرائع وضيوفك الرائعين ايضا. ربنا يخليك. محمد انت عندك كم سنه؟ انا عندي 24 سنه استاذ احمد. كم؟ 24 سنه. 24 سنه. ايوه نعم. طيب محمد قول لي ايه رايك في الكلام اللي بيتقال النهارده في موضوعنا؟ والله انا صراحه بوافقكم الراي. يعني كل ما طرح حتى الان من اراء من قبل المتصلين ومن قبل ضيفتك الكريمه استاذه فيروز، يعني كل ما قيل صحيح. وانا بضيف كمان اضافه بسيطه يعني اتفضل. اللي هو موضوع وصول الوضع، يعني ما وصل اليه الشباب اليوم من بعد عن الحوار مع الاهل وكذا. يعني انا برايي انه السبب يرجع الى موضوع يعني انتشار وسائل الاعلام يعني بجميع اشكالها المرئيه والمسموعه والالكترونيه. طبعا يعني طفره سريعه يعني اصبحت وصلنا الى ابعد اطراف العالم في اسرع الاوقات في اجزاء من الثانيه. يعني اشياء جديده في اوقات قياسيه ربما اثرت علينا بشكل نوعا ما سلبي. فيعني اعتقد انه احد الاسباب اللي ادت الى ابتعاد الشباب عن الاهل. محمد احكي لي على تجربتك انت الشخصيه. يعني انت تواصلك مع اهلك كنت بتقيمه ازاي؟ بصراحه يعني تجربتي الشخصيه يعني من 10 سنوات تقريبا كان الوضع مختلف تماما. يعني كل ما يعني اريد مناقشته او دراسته طبعا كنت ارجع مباشره الى الاهل، لانه لم يكن هناك اي طرف اخر. يعني لم يكن لدي غير الاهل والاهل يعني العائله القريبه. الان اينما يعني تواجدت ممكن يعني استعين باراء شباب مثلا او اراء اصدقاء او حتى اراء يعني اشخاص لا اعرفهم على النت. صراحه يعني حصل الامر هذا معي شخصيا. يعني التواصل اصبح يعني اذا قسناه بالنسب المئويه ولا 10% حتى. يعني طب انت ايه تفسيرك لعدم وجود هذا التواصل؟ هل البعد الجغرافي مثلا؟ يعني بماذا تبرر او تفسر عدم التواصل بينك وبين الاهل؟ انا كما ذكرت سابقا انه السبب يعزى صراحه الى الطفره التي حصلت يعني بشكل مفاجئ او بشكل سريع وبشكل متطور ومتسارع. يعني لم نكن نحسب بذلك حسابا اعتقد. يعني طيب شكرا محمد، شكرا جزيلا ليك ومشاركتك معنا. دكتوره الكل بيرجعنا زي ما انت قلتي الى الفارق الزمني. معلش خليني برضه مش الزمني انه بقول اخر مره انه في السنين القليله اللي فاتت حصل تغيرات في العصر